إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يرصد لكم الزميل أحمد متابعته للندوة الثقافية التي نظمها الملتقى الثقافي الإريتري بأستراليا في 4 مايو الجاري بعنوان تاريخ نشأة الكتابة من الآكادية المسمارية إلى الجعزية. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر تجري تدريبات ومناورات بحرية في البحر الأحمر، وإريتريا والسودان أبرز الغائبين. الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يوقعان اتفاقا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة كل منهما. وارتفاع عدد القتلى إلى المئات، بالإضافة إلى عشرات المفقودين في كينيا بسبب الفيضانات التي تجتاح دولا في شرق إفريقيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. انطلقت يوم الأحد الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في المملكة العربية السعودية التدريبات والمناورات البحرية المشتركة الموج الأحمر 7، وذلك بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر منها الأردن ومصر وجيبوتي واليمن، إضافة إلى القوات السعودية المختلفة. ونقل صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قائد الأسطول الغربي اللواء الركن بحري منصور بن سعود الجعيد إن تمرين الموج الأحمر 7 يهدف إلى الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية. وأشار الجعيد إلى أن القوات المشاركة ستطبق على مدى 5 أيام كافة المفاهيم العسكرية الحديثة، بما في ذلك التمارين والتدريبات الاستراتيجية التي تحاكي بيئات قتالية مختلفة تشبه الواقع. وبحسب ما ذكر قائد الأسطول البحر السعودي في المنطقة الغربية، ستحقق التدريبات أعمالا مشتركة ومختلطة مثل الحرب السطحية والجوية والحرب الإلكترونية والتصدي للهجوم بالزوارق السريعة. كما ستنفذ القوات مناورات أمنية بحرية مثل حماية الخطوط الملاحية ومكافحة التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية. هذا وتشهد المناورات التدريبية للدول المطلة على البحر الأحمر غياب كل من إريتريا والسودان. وتأتي المناورات في وقت تمر فيه منطقة البحر الأحمر بأزمة أمنية بالغة التعقيد، في ظل الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، بالإضافة إلى استهداف السفن الأمريكية والبريطانية التي تقود حلفا ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن. التقى نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي في جوبا السبت الماضي بقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، في لقاء يعتبر الأول من نوعه لتحقيق هدف مشترك، وذلك برعاية جنوب السودان. وأثمر اللقاء عن اتفاق الجانبين على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب والواقعة تحت سيطرة كل من الجيش السوداني والحركة الشعبية، وهو ما اعتبرته قوة مدنية سياسية ومهنية سودانية، وعلى رأسها تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم، خطوة كبيرة في اتجاه رفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
ودعت هذه القوى لاتفاق مماثل بين الجيش والدعم السريع في مناطق سيطرتهما. من جهة ثانية اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من إقليم التيغراي الأثيوبي في الصراع الدائر بين الطرفين. وقال الدعم السريع في بيان له إن لديه معلومات موثقة بوجود قوات من جبهة تحرير تيغراي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني. يأتي ذلك وسط تبادل للهجمات بين الطرفين في منطقة الفاو شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تتصدى قوات الدعم السريع لهجمات الجيش السوداني التي تحاول التقدم نحو المدينة من محاور مختلفة. قالت وزارة الداخلية في كينيا إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والآثار الأخرى للأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد ارتفع إلى 228 شخصا. وقالت الوزارة في بيان لها إنه من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات في المناطق المنخفضة والمناطق المشاطئة والمناطق الحضرية، في حين أنه قد تحدث انهيارات أرضية طينية. وأشارت الوزارة إلى أن ما لا يقل عن 164 شخصا أصيبوا بسبب الأحوال الجوية، بينما نزح أكثر من 20,000 شخص. ودمرت الفيضانات المنازل والطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا. ومن المتوقع أن تتفاقم الأمطار في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة من شهر مايو. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن آلاف الأشخاص بمن فيهم لاجئون لا يزالون محاصرين وسط الأمطار الغزيرة المستمرة والفيضانات الشديدة التي تجتاح شرق إفريقيا. وأعربت عن القلق بشكل خاص إزاء اضطرار آلاف اللاجئين وغيرهم من النازحين إلى الفرار مرة أخرى للنجاة بحياتهم بعد أن جرفت المياه منازلهم. وأوضحت المفوضية في بيانها أن قرابة 20,000 شخص نزحوا من مخيمات داداب في كينيا التي تستضيف أكثر من 380,000 لاجئ بسبب ارتفاع منسوب المياه. وكان العديد من هؤلاء اللاجئين قد وصلوا خلال العامين الماضيين بعد فرارهم من الجفاف الشديد في الصومال المجاورة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. متابعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يرصد لكم الزميل أحمد متابعته للندوة الثقافية التي نظمها الملتقى الثقافي الإريتري بأستراليا في 4 مايو الجاري، وذلك بعنوان تاريخ نشأة الكتابة من الأكادية المسمارية إلى اللغة الجعزية. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وفي حلقة جديدة في برنامج متابعات. أحييكم أنا أحمد شريف برفقة الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة وفي البرامج الأخرى من إذاعتكم إذاعة إيرينا الدولية من باريس. في هذه الحلقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ندعوكم لمتابعة نشاط ثقافي تاريخي هام شهدته مدينة ميلبورن يوم السبت الماضي 4 مايو الجاري 2024 بإحدى القاعات في مدينة ميلبورن ولاية فيكتوريا بأستراليا. الندوة كانت تحت عنوان نشأة الكتابة من الأكادية المسمارية وحتى الجئزية. تحدث فيها وقدم الندوة الشاعر والباحث العراقي الأستاذ نزار حنا يوسف الديراني. وقد نظم هذا اللقاء الثقافي التاريخي الهام الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الذي نشأ قبل عام، تم تأسيسه في مدينة ميلبورن. وحتى تاريخ هذا البث قام الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي ب6 أنشطة هامة.
تنوعت بين القضايا الوطنية والثقافية، وكذلك المناسبات الاجتماعية. الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي هو ملتقى مستقل ينشط في الجانب الوطني بشكل مباشر، ويحاول ربط المجتمع الإريتري الموجود هنا في ميلبورن وفي عموم أستراليا بثقافته وخصوصيته الوطنية الثقافية، بكل ما تعني الثقافة من أبعاد سياسية، أبعاد اجتماعية، أبعاد عقدية وما إلى ذلك. الملتقى الثقافي كما قلت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ربما تابعتم عدد من أنشطته، ولكن هذه الأمسية وهذا النشاط كان مختلفا تماما عما درج عليه الإريتريون هنا، ممثلا في الجالية الإريترية، وكذلك في الأحزاب والفعاليات السياسية والنشطاء السياسيين. فحيثما اجتمع الإريتريون دوما الجانب السياسي يبرز بشكل مباشر أو غير ذلك، إلا في هذه الندوة التي عنيت بالثقافة وعنيت بتاريخ نشأة الكتابة من الأكادية المسمارية وحتى الجئزية. افتتحت الأمسية الثقافية عزيزي المتابع بكلمة من سكرتير الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الأستاذ أري محمد صالح رباط، رحب فيها بالأستاذ نزار حنا يوسف الديراني من العراق الشقيق، كذلك رحب بالحضور من الإريتريين والعراقيين. تلا ذلك الاستماع إلى آية من الذكر الحكيم تلاه الأستاذ موسى إسماعيل، ثم تحدث للحضور رئيس الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن الأستاذ عبد القادر كيكيا، مشيدا بأهمية الأمسية الثقافية، داعيا إلى تضافر الجهود للنهوض بالجالية ثقافيا ووطنيا، وأعرب سعادته عن استعداد إدارته للتعاون مع الجميع. أدار الأمسية رئيس الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الصحفي الشاعر الأستاذ أحمد شريف، حيث استهل كلمته بأهمية الدراسة والمحاضرة، سيما وأنها خرجت وأخرجت تماما عما هو مألوف في أمسيات وأنشطة الجالية الإريترية في ميلبورن. مجددا قدم ترحيبه بالمتحدث الأستاذ نزار حنا يوسف الديراني، وشكر الحضور على تلبيتهم الدعوة. وقد تناول الأستاذ الشاعر الباحث العراقي حنا يوسف الديراني في محاضرته التي استغرقت سهاء الساعتين تاريخ أبجديات الكتابة، حيث قسمها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت الأبجدية الأوغاريتية، ثم الأبجدية الفينيقية، تلتها الأبجدية الأرامية، وأخيرا الأبجدية السبئية بأشكالها اللغوية العديدة، ومنها العربية والعبرية والتيغرينية والتيغريت والأمهرية. وهناك من يدخل هذه القبائل اللغوية أو القبائل اللغوية إلى اللغات السامية. كما تحدث الأستاذ الشاعر الناقد والباحث نزار حنا يوسف، دعا إلى ضرورة اهتمام شعوب المناطق التي شملتها الدراسة، وكانت إريتريا وإثيوبيا ومناطق عديدة من الجزيرة العربية، وتحديدا منطقة الخليج، المملكة العربية السعودية، وإلى بلاد الرافدين العراق وما جاورها. دعا شعوب المنطقة سيما منطقة القرن الإفريقي والجزيرة العربية إلى ضرورة البحث والتنقيب عن الكتابة، أي تاريخ الكتابة وتاريخ النقوش في تلك التي تعتبر فقيرة جدا من حيث البحث والدراسة رغم غناها وأهميتها الحضارية. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. حضر الندوة عزيزي المستمع عدد لا بأس به، على الرغم من الحملة المكثفة التي قام بها الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي
ودعا إلى حضور الندوة وأشار إلى أهميتها خاصة للوسط الإريتري. ولكن الحضور كان لا بأس به، وكان من المفترض أن يكون أكثر من ذلك العدد الذي فاق 40 شخص. تنوعوا بين النشطاء السياسيين والمثقفين والإعلاميين. كما أتيحت في نهاية الندوة فرصا كافية للمداخلات والأسئلة والتعليقات من قبل الحضور، التي بدورها أثرت الأمسية الثقافية المشهودة. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي ينشط بكثافة وقوة وتنوع في برامجه، حيث تمكن كما قلت خلال عام من تأسيسه تنظيم 6 أنشطة تنوعت بين الثقافة والسياسة والإعلام، وقضايا تهم وتصب في الشأن الثقافي بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي ختام الندوة الثقافية الهامة تمكن الحضور من اقتناء أي شراء عدد من كتب المؤلف للأستاذ نزار حنا يوسف الديراني، منها كتاب أوزان الشعر العربي والحلقات المفقودة، دراسة مقارنة، وكتاب قراءة سريانية للنقوش التدمرية، وكتاب قراءات في الأدب والفن اللبناني المعاصر، وكتاب آخر. ما نود الالتفات إليه والتنبيه إليه عزيزي المستمع أن مداخلات عدد من الذين شرفوا الأمسية مشكورين تنوعت بين من يعني قدم بشكل من أشكال النقد للندوة وعنوانه، وحاول ربطها بما هو منشور سواء كان في المخطوطات الشحيحة التي نشرت خاصة في المكتبة الإثيوبية. وهناك من أعرب وأكد أنه استفاد من هذه الندوة استفادة كبرى، حيث فتحت له آفاق كثيرة. وهناك من صرح بأن معظم المداخلات التي تقدم بها الحضور مشكورين أنها تنطلق من الحكي الشفهي غير المستند إلى دراسات وأبحاث وتنقيب ميداني، كما قدمه الأستاذ الشاعر الناقد الباحث العراقي نزار حنا يوسف الديراني. وأشاد بهذا المجهود البحثي المرتكز على مراجع ومستمسكات ماها موجودة أو قل أن توجد في الأضابير والعقل الإريتري، حيث أكد خاصة المتحدث الأستاذ محمد إسماعيل هنقلة على أن عدد من منطلقات المتداخلين هي تنطلق من الشفهية والحكي وليست مستندة إلى مستمسكات. ولكن هنالك من أشار مثل الأستاذ بشير إسحاق أن المكتبة الإثيوبية وهنالك أبحاث إثيوبية عدة تسخر بها الجامعات تشير إلى أشياء ربما تتوافق أو لا تتوافق مع ما طرحه الأستاذ نزار حنا يوسف الديراني. على العموم عزيزي المستمع، نحن في الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي تعتبر هذه الندوة أولا نقلة في الأمسيات الثقافية. كذلك الآراء دائما في الأبحاث العلمية والأبحاث الميدانية تتفاوت رؤى المتابعين والحاضرين، وهي هكذا هي الأوراق والأبحاث التي تستند أحيانا إلى مرجعيات ودراسات وتنقيب مكتوب ومخطوط، وأحيانا يعني تستند أو تتكئ على الحكي الشفهي غير المعتمد لدى البحاثة. هذه إذاعة إرنا. كذلك عزيزي المستمع، في نهاية الندوة وباعتبار أن المتحدث هو شاعر وباحث ويكتب شعرا باللغة العربية واللغة السريانية، حيث طلب الحضور أن يستمعوا إلى شعره، ولبى الشاعر نزار حنا يوسف الديراني الطلب وقدم
قصيدتين على الأقل، أو 3 قصائد، قصيدتين بالعربية وقصيدة باللغة السريانية، ونالت استحسان الحضور واستحسان الجميع. لمن أراد أن يتزود ويتابع تفاصيل الندوة التي قدم فيها قرابة 60 صفحة المتحدث الباحث نزار حنا يوسف الديراني، يمكنكم المستمعون الأعزاء يمكنكم العودة إلى صفحاتنا الخاصة، سواء كان صفحة رئيس الملتقى الثقافي الإنترناسيونالي أو كذلك صفحة نائب الرئيس الأستاذ عامر حقوس، أو كذلك صفحة الأستاذ أري محمد صالح رباط سكرتير الملتقى. وسنحاول نشرها على اليوتيوب لمزيد من الفائدة، ولذلك أنا أدعو الكتاب والبحاث الإريتريين أن ينقبوا ويستمعوا إلى ما طرحه الأستاذ نزار، وإذا كانت لديهم ما يودون الحديث عنه في هذه الإذاعة، إذاعتكم إذاعة إرنا الدولية الباريسية، نحن على الاستعداد للاستماع إليكم وتسجيل ملاحظاتكم وتقديمها للمستمع الكريم. عموما عزيزي المستمع، أنا أدعو كذلك في نهاية هذه الحلقة في برنامج متابعات علينا أن نبحث وعلينا أن نقرأ وعلينا أن نستمع حتى إلى الآراء التي ربما تتعارض مع ما استمعنا إليه في المنازل، في الملتقيات، في المناسبات الاجتماعية وغيرها، لكن المسألة دوما تستند إلى مرجعيات، وعلينا أن نبحث وننقب. ليس كل شيء هو سياسي في الواقع الإريتري. في الجانب الثقافي والجانب التاريخي هنالك فجوات كبرى. أدعو عبر هذه الإذاعة الإريترية، أدعو الجميع أن يعطوا هذا الجانب اهتماما يليق بتاريخنا وثقافتنا، ويليق كذلك بالفلكلور والتاريخ الإريتري، لأن المسألة في بعدها هي بعد تاريخي ثقافي حضاري. أعزائي المستمعين، سأكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة في برنامج متابعات. شكرا للأستاذ نزار حنا يوسف الديراني الباحث والشاعر العراقي. شكرا للحضور الذين شرفونا في الأمسية من إعلاميين ونشطاء سياسيين ومهتمين بالثقافة والتاريخ، وشكرا للذين علقوا كذلك على صفحاتنا وأشادوا بالأمسية، وشكرا للذين أيضا تابعوا ولم يعلقوا، وهي حالة إريتريا، حتى نقدا أو كذلك إشادة، لكن علينا جميعا أن نخرج ونعبر عن رأينا أيا كان. هذه هي إذاعتكم، ويمكنكم تسجيل آراءكم واستفساراتكم وحتى انتقاداتكم. تحياتي محدثكم أحمد شريف، معد ومقدم البرنامج، مقرونة بتحيات الأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، المشرف العام على البرنامج العربي أو رئيس القسم العربي، وكذلك المخرج. شكرا له وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر تجري تدريبات ومناورات بحرية في البحر الأحمر، وإريتريا والسودان أبرز الغائبين. الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يوقعان اتفاقا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة كل منهما. وارتفاع عدد القتلى إلى المئات، بالإضافة إلى عشرات المفقودين في كينيا بسبب الفيضانات التي تجتاح دولا في شرق إفريقيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.